يعني هو حفظ القرآن الكريم، وإن احنا يعني نبث في الجيل أو الأجيال القادمة التمسك بالقرآن والتمسك بمبادئ الدين والتمسك بالسنة، وبكده نقدر نوصل زي ما احنا عايزين إن شاء الله. سعادتك ما هي السبل الكفيلة لنشر هذه الدعوة في أنحاء الجمهورية إن شاء الله يعني؟ والله هي السبل اللي هي هو نفس النمط اللي ماشي عليه الأخ الحاج صلاح عطية، بعمل الأمسيات الدينية والمساهمة وتشجيع الناس على إنشاء المعاهد الأزهرية، بحيث تعوضنا اللي احنا فقدناه هو الكتاب، وده كان أساس، يعني الكتاب دي كان أساس حفظ القرآن الكريم، فما عادش كتاتيب، والمحافظين أو الأخوة اللي كانوا حافظين القرآن بالكامل يكادوا يكونوا انقرضوا. فالمعاهد الأزهرية بالذات المعاهد الأزهرية بتساعد على حفظ القرآن الكريم، وبتقوم بدور تكريمه على طبعا مستوى أحدث ومستوى يكون منظم طبعا. يعني ساعتك دي تعتبر دعوة للأصل وللسلف الصالح إن شاء الله، والرجوع للقديم والكريم والكتاب. وطبعا حضرتك تعرف حتى اللي بيحفظ القرآن الكريم دي بيكون من ناحية اللغة العربية بيكون في منتهى القوة، بيكون فقيه في كل حاجة. يعني اللي بيتعلم القرآن وبيحفظ القرآن بيكون عنده المقدرة إن هو يمشي في أي مجال وينفذ أي مشروع، وربنا بيديله القوة بيتعلم القرآن حاجة. يبقى لازم هذه الفكرة يؤمن بها أبناء القرية في كل مكان، في كل مكان، وعلى ليس على المسؤولين وحدهم يعني، وعلى مستوى الجمهورية بالكامل. يعني لازم الناس تتشبع بهذه الفكرة وتساعد انتشار هذه الفكرة وتساعد انتشار المعاهد الأزهرية، وبكده نقدر نوصل زي ما احنا عايزين ان شاء الله. كل سنه وسعادتك طيب، ويا ريت ان شاء الله تشرفنا سعادتك ان شاء الله، وشرفتونا وربنا يوفقكم. عندكم يمشوا معانا في شوارع القريه شويه. نعم، نصور القريه اول ما بعد اذنك يعني الشباب يعني يمشوا معانا. ممكن نبقى يطلع معانا يا شيخ سيد على الموبايل، شوف لنا حد كده يطلع معاكم الاخ سيد ابو شرف اهوت. طب ادي له بطاريه تكون نعم، قلت له قول للحاج صلاح لا ادي له بطاريه تكون موجود طالما موجود. حاضر. شكرا يا حاج، السلام عليكم. اطلع معاهم لف جزء وروم. السلام عليكم. استنى الاحسن ماشي. استنى بس هننزل الناس بسيطه كده. عندك كده دماغ الرجاله ولا بدماغكم؟ دماغك عشان ده. شرفنا به بقرية تفاهنا الأشراف، وهذا المركز الإسلامي الفريد من نوعه، والذي يعد مركزا إسلاميا على مستوى العالم أجمع. ويعد هذا المركز ابتداء من الحضانة حتى الجامعة. بقي من هذا الحديث أن نتعرف على ملامح القرية من داخل القرية، ونتعرف أيضا على منزل الحاج صلاح عطية، والذي قدم كل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة فاضلة يجب أن ننشرها في أرجاء الجمهورية لنتأسى ونتأثر معا بهذه الدعوة. فلنا هذا اللقاء الطيب مع السيد الحاج عبد المحسن عطية، عم الحاج صلاح عطية، وبنقول له ازيك يا حاج، كل سنه وانت طيب. واحنا سعداء جدا بهذا اللقاء بك ان شاء الله. وبقول لحضرتك يعني ايه اللي استفدتوه من الاعمال الخيريه اللي قدمها لكم الحاج صلاح؟ خير وبركه يعني على البلد وعلى جميع المحافظات. بالنسبه للبلد الحاج صلاح قدم لكم ايه يعني بالنسبه للمشاريع؟ يعني ايه وايه يعني؟ المشاريع للمركز الاسلامي اثبات اكثر يعني. المركز الاسلامي اللي هو بيضم وبعدين الثانوي، وبعدين يعني الجامعه الحمد لله، ولسه جامعه اللي هي بتعمل دلوقتي. طب حضرتك بتحلم بايه مستقبلا ان شاء الله للقريه وابناء القريه واهل القريه ان شاء الله؟ ان شاء الله هتبقى خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنود يكون ان شاء الله مزار على مستوى العالم كله ان شاء الله يعني، ان شاء الله، ودعوه لنشر التعليم الديني ان شاء الله، ونشر الافكار الدينيه الجميله اللي بتشجعنا بالاثر الطيب والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ايه كمان بالنسبه للمسنين؟ انا سمعت ان في هنا دار للمسنين. بيت المسنين بعد وفاه الحاج صلاح عطية وهبوا البيت المسنين بعد وفاته. طب حضرتك ايه شروط القبول بالنسبه لبيت المسنين؟ هل هو مقتصر على القريه نفسها او على القرى مستوى البلاد؟ مستوى القرى يعني له شروط معينه دخول بيت المسنين يعني؟ لا ملوش شروط. الحمد لله الناس اللي هي تستحق تدخل دار المسنين
يخش دار المسلمين. يعني بتاخدوهم عن دراسه وبحث اجتماعي بتاع وحالتهم ايه ونظامهم ايه وبعدين بتقبلوهم بايه؟ بدار المسلمين. طب ايه الوجبات ايه اللي بتقدم لهم هنا في دار المسلمين يعني؟ دار المسلمين الوجبات اللي هي ملتزمه يعني اقامه كامله يعني لهم تامين لحياتهم يعني ولا تامين لحياتهم مصاريف كل ما هم يعني. من امتى حضرتك البيت؟ ايوه البيت انا هنزل هنول ان شاء الله. تعالي يا سيدي نتعرف اكثر واكثر على شخصيه الحاج صلاح عطيه. فطبعا استاذنا الجماعه ودخلنا البيت عشان نتعرف اكثر على البيت وعلى السكان الطيبين اللي دايما ان شاء الله نزورهم ان شاء الله في كل المناسبات وفي كل الاوقات السعيده ان شاء الله. ازيك يا عم الحاج؟ الله يخليك الله يكرمك. كل سنه وانت طيب. يعني باشمهندس طبعا اتربى في هذا البيت يعني. في البيت البلد دي اللي هي اللي مربيه الحاج صلاح. اهلا وسهلا. وسيدي كان يعني راجل يعني الحمد لله يعني كان طيب. ابوه طب ينفذ على صورة الوالد دي. ويا ريت حاجه بس تجيب صوره الحاج عطيه. لا الشيخ ده كل صور الشيخ ده والشيخ يا عم الحاج كل القريه هنا ما بتختلفش على هذا الشخص. لا الحمد لله. اختلف ازاي بقى؟ ده الحمد لله احنا خدوا ولا حاجه يعني حاجه لذيذه. افضل عندنا الحمد لله اسره واحده. الصوره بتاع والدنيا قريه تباهنا اسره واحده. سعداء جدا بكم عم الحاج. لا الحمد لله. ما تزعلوش لان انا مثلا احنا بنيجي من بره البلد كده مثلا ناخد يعني مثلا زي خير من عندكم او لا مقصد المشروع ده معمول يغذي الجهه دي مبلغ الجمهوريه كلها. انا بيلاحظ يا باشمهندس يعني ان معظم القرى المجاوره والمحافظات المجاوره عن الجمهوريه بييجوا كلهم بيصبوا هنا عند الحاج صلاح. الحمد لله. ده عاوز يقول لك يعني هل يا ترى هذا اللي بيأثر عليكم؟ يعني الزيارات دي الناس دي هتأثر عليكم يعني انتوا عاوزين مزيد من المشروعات ولا عاوزين تعموا الفكره في مستوى الجمهوريه كلها؟ عاوزين نديله تتعرف برضه عم الحاج اسمك ايه؟ علي عبد المجيد. اهلا وسهلا. برضه من القريه هنا. اهلا وسهلا. هو هنا في مجموعه صحيه في البلد هنا ولا ايه؟ في واحده صحيه نجم من المركز الثاني المحتاج هنا اللي في الواطي قسم واحد. اتفضلي يا حاج. اتفضلي يا حاج. اتفضلي يا حاج. حاجه بقى حاجه واجد الحاج صلاح ده مش حاجه حاجه جنب الحاج مرحبا. طبعا كان لنا طيب الحاج ده صح طيب. اهلا وسهلا. من مقدام جريت النور الاسلامي ان شاء الله. جريت النور الاسلامي ان شاء الله. بلاس من بلاس. يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. كان عامل عندكم سير للدول امبارح ان شاء الله. قال يوم الخميس والحاج معانا ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله وفاضي معانا. والفطار جماعه يعني. حاج صلاح ان شاء الله. لا ان شاء الله في بلاس. عندكم ان شاء الله في بلاس. الله يخليك. الله يخليك. طبعا كان لنا اللقاء السعيد واللقاء الممتاز جدا طبعا مع المربيه الفاضله المربيه الكريمه التي انجبت خير ما انجبت او خير ما انجبت مصر ان شاء الله مع الحاجه والده الباشمهندس صلاح عطيه. ازيك يا حاجه؟ الحاجه هانم. طبعا احنا سعداء جدا بهذا اللقاء والله يا حاجه وبقول لك كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين كلكم طول عمره وترضيه وتشطر عليه الارزاق. الهي تشفيه شر طريقه. الهي تعينه وتقويه. الهي تجعله في الخير ابن بطل هو وصلاح ابن مسعود. يا رب يكتر عليهم الارض تصلح حالهم ويكتر مالهم وتشبعهم بالعيش وتسترهم بالخشب دنهم كده ايديهم ممدوده لله. يا رب. احنا كنا عاوزين نتعرف اكثر على الحاجه ونتعرف من خلال الحاجه على الحاج صلاح وبدايه الحاج صلاح. كان يكلمنا عن الحاج صلاح كتير. احنا مشتاقين جدا نتكلم عن الحاج صلاح ان شاء الله يعني. كلنا يعني ازاي اتربى وازاي حياته. اتربى في العز والهناء عمه. الحمد لله. وعمه عبد العظيم ربنا يخلي سيده الله يرحمه وابوه الله يرحمه ربه بعز وهنا. 15 فدان كان بيتمرق فيهم والله وعمامه قد الدنيا واحنا عيله يعني كده. ابوه مات الخمس جدعان 6 جدعان 6 ولا 7. لا ربنا يخليك. لا جدعان انتوا 5 والحاج. انا عاوزك تاخد راحتك كده وتتكلم كده. احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء يعني. ده لقاء بيتي في البيت. اتربوا في الهنا صلاح وصلاح. احسن امنيه والله. ده المتربيين في حضن انا وحضن عمامه. طب ايه شعورك دلوقتي والحاج صلاح بيقدم الخير لكل الناس؟ فرحان. الحاج صلاح يعني بيقدم الخير للعالم كله. تراضيه هو واللي زيه وتراضي كل عايز وتشطر عليه الارزاق ابنه هو واللي زيه.
وكل واحد يسعد وكل واحد يعني الحاج صلاح حضرتك عمل مركز اسلامي عالمي هنا على مستوى العالم كله من الحضانه للجامعه في القريه. الحمد لله. وفي نفس الوقت الحاج صلاح يعني يساهم في انشاء 300 معهد ديني على مستوى مراكز الجمهوريه وقرى الجمهوريه. انت سعيده بالكلام ده؟ سعيده بالحاجات دي؟ يعني انت بتشجع الحاج صلاح؟ قوي ها؟ قوي. يعني مهما خرج الحاج صلاح من البيت وجينا كتير خارج البيت بتشجعيه؟ واهله كلهم كده بيتمنوا بس دخلته عليه واحنا بنتمنى بس. يعني انا دلوقتي هو طب هنا مساحه القران. نعم. بعت العيال قلت لهم شوفوا له هيفطر في بيتي ولا لا. نعم. فطران عنده نهار الثلاث ليا بس. بعت يجيب عمه لقى الاكل ان شاء الله في المسارات ان شاء الله دايما. احنا يعني ربنا يخليكم احنا سعداء بكم وبمجيكم وبهنا وبالهنا اللي انتم فيه كلكم. ما هو الخير اللي فيه الحاج صلاح برضه من بركه دعائك انت وبركه توجيهك انت لان التوجيه الصالح لان الذريه وبركه امامه وبركه اهله وجنسه وربنا يديله الصحه هو وابن من سيدها يا رب. ان كل الذريه تكون صالحه بيعم الخير على في كل مكان. الحمد لله. ربنا يجعله بكل خطوه سلامه كلكم انتم وهو وكلكم. وتشتر رزقكم تبعت لنا السعيد بالسلامه يا رب يا رب وتوجهوا للخير وتوجهوا لله ويشطر عليه منين ما يحط رجله. ده لا تقول له بالشطاره ولا بالسعاده ولا بالغنى ولا حاجه. ده ربك لما عايز الاتجاه وعطاؤه دايما خالص لوجه الله لا لهدف ولا لعله ولا لمصلحه ولا شرف امامه وبشرف بلده وبشرف الشبان كلها بتوع بلده كلهم. وربنا يديله الصحه ويشطر عليه كمان وكمان وترضيه ويدنه يا رب كده لله طوال. هو من يومه الصالح من هو طالع. الحمد لله. كان يجي الاطفال الصغيرين دول كده هو يعني عادات الحاج صلاح هنا في رمضان يعني عادة الحاج صلاح يعني كل بيت له عادات معينه في رمضان. من عادات الحاج صلاح في رمضان ايه؟ احنا حمامه وبناكل الناس كلها وهو بياكل هناك في المهد. كل نهار جمعه بنخبز 6 كلام. ما شاء الله. انت اللي بتخبزها يا حاجه؟ ما شاء الله. انت اللي بتخبزها. المشرفه ناس بتخبز. يعني حضرتك بتحس بمتعه في اطعام الناس الفقراء بتحس بمتعه كبيره جدا. يا سلام مش قادره اقول. عقبال ما تنوعدوا وتشوفوا يا رب تنوعدوا. احنا كلنا ابناء هيك برضه. الحمد لله. ما هو كلكم من ادم وادم من تراب. وكلكم اخوات وكلكم اهليته وربنا يديكم الصحه كلكم. طب امنيه خاصه تقول للحاج صلاح ان الحاج صلاح هيشوف الجزء ده. انا مستاذن من الحاج صلاح. الشريط هيروح للحاج سعاد. انا مستاذن من الحاج صلاح الاول ان انا اسجل هنا في البيت يعني. هتجيب له شريط. قال لي اتفضل ده بيتك ومش هاجي معاك. اتفضل ده بيتك ومش هاجي معاك. اجيب لك شريط منه. اجيب لك شريط ان شاء الله. عينيا والله. ان شاء الله بعد ان شاء الله. ان شاء الله. هندير الحاج صلاح يوم الخميس الجاي. جد. ان شاء الله في الملعب. بامر الله يوم الخميس الجاي يديروا نسخه وشريط ان شاء الله. إلهي يجعل منك كتير وترضيه. إلهي تسترها وياه وتشطر من أمثاله هو وابن من سيده هو صلاح خضر يا رب. إلهي تسترها وياه. طب حضرتك انا عاوز استفسر يعني ايه العلاقه اللي بين الباشمهندس صلاح عطيه والحاج صلاح؟ حبيب امك هو قد العين ده قد حماده ده. في صله رحم قرابه ولا صداقه يعني اصدقاء؟ لا من سنه ثانيه بسنه واحده. ابتدائي. تعلموا سوا ومتغمر سوا زجاجيك سوا المنصوره بس. يعني تعليم موحد. واحد. بدله واحد. ولقمه واحد. ما هو طبعا الصديق مؤثر جدا في الانسان فينظر احدكم الى من يخالف. ده جاب ساق. تاثير الصديق على الصديق طبعا. ان ده جاب ساق ده جاب ساق ويحطوا الاثنين سوا. طب حضرتك كنت متوجهي دايما اختيار صديق معين؟ هما الاثنين بس. ربنا اللي جنبهم. ربنا كان موجههم الاثنين بس. يعني الاب الكبير اللي هو ابويا يعني مربينا على الغالي على الامن وعلى المحبه. ابن امين وصريح ولا بيقولش الا القران من الفجر مسجد الجزء كده تسترها وياه يا رب بس تشكر. يا حاج الحاج صلاح الدنيا كلها بتحبه والله بجد. الحب غير عادي. يعني اي انسان بيعرف الحاج صلاح لقاء واحد بس بيحبه يعني يعني ده واحد من قلب امه والله بجد. طوب الارض تدعيه دواب من قلب. وهذا مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا في الارض نادى لعباده يا عبادي اني احب فلان فاحبوه.
فحب الناس للباشمهندس ده حب الله طبعا. عقبال يا رب كلكم كده ما تنوعدوا ويتشتر عليه الخير ويتشتر عليه الارزاق. بس ده دعاء والدين برضه. ويجعل والدته كانت دايما بتدعي له. بفضل الله والله. ربنا يخليك لنا امنا كان بيسجل لا الابناء هو الكبير الحاج صلاح؟ لا هو يعني هو ثاني جودة. لا الثاني لا يا عمي لا عبد العزيز انا عاوز اسمع كلامك في الاولاني جبت عبد العزيز، انت جبت محمد وعبد العزيز، ابويا انا سميته نفسي، وبعدين رجعت جودة، وبعدين هو جودة مصطفى عطية اسماعيل. بس الحاج بيعتبرك يعني انت القدوه له، ودايما بيقول ان الوالده هي كانت يعني بتوجهه دايما للخير، يعني انت سعيده بهذا الخير وهذا العطاء. قلت له نسير نوبه ولا حد ضربه نوبه ولا حد سخط فيه نوبه ولا حد وقفه كده من عند ربنا، انا جبته وربيته واديته لربنا. ما هو دايما البيئه الصالحه بتخرج صلاح، فصلاح من صلاح ان شاء الله. يعني اهليته كلها مسميين صلاح. الحمد لله. كمان ثالثه؟ ما فيش اي شيء برضه ربنا تشرفتوا وانستوا نورتونا ونورتوا تكونا الاشياء. عمته مسميه صلاح، ابن عمه مسمي صلاح. وهنا انا سمعت ان عميد الكليه كمان اسمه صلاح. يعني عميد كليه الشريعه والقانون اسمه صلاح، يعني البلد كلها صلاحات. ربنا يكثر عليك الصلاح ان شاء الله. كان بيتاجر يقول امه يطلع الصبح ما يجيش هي الا ليش. الحمد لله. عمري ما شتمت شتمه ان انا قلت له ما بتذاكرش ليه. عمر ابوه ما خبط. لا ده هو ربنا جاب ربنا جاب حاجه كده الهي غير تلاقيه بمصالحه تلاقيه في الخير تلاقيه كل حاجه. طب حضرتك بتفضلي الاقامه هنا ولا في القاهره مع الحاج صلاح؟ هنا في البيت. هنا اساس هنا. البيت يعني بس ده خير. بس ربنا هو الخير يخليه ويجعل في قلبه الحنيه لاليته ولاخواته، وتجعل يا رب بايديه كل حاجه وترضيه يا رب. ندعو ربنا يكثر امثالك. حاج صلاح نختم اللقاء بقى يا صاحبي. نختم اللقاء. نعم نختم اللقاء. طبعا احنا سعداء بهذا اللقاء، وبقول لك كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا يا حاج. المركز الاسلامي كما قلنا سابقا، والذي يضم التعليم بكل مراحله من الحضانه حتى الجامعه، بيضم ايضا معهد ابتدائي واعدادي وثانوي للبنين، وايضا مجمع اسلامي اخر بيضم حضانه ابتدائي واعدادي وثانوي للفتيات. ايضا من ضمن المركز الاسلامي والذي يعد مركزا اسلاميا عالميا على مستوى العالم كله، اللي بينفرد بنوعه من الحضانه حتى الجامعه، كليه الشريعه والقانون بقريه تفاهنا الاشراف. هذه الكليه انشئت في رقم ووقت قياسي جدا جدا لا يصدقه العقل، بعيدا عن الروتين وبعيدا عن كل التجاوزات التي يمر بها من يستطيع أو من يريد أن يعمل منشأة. هذه المنشأة الكاملة كما نرى الآن، والتي تعد منشأة ضخمة على أحدث طراز، والتي بنيت في وقت قياسي وهو 13 شهر. أيضا على مساحة 4500 متر مربع، ما يقرب من فدان كاملا. تعتبر هذه الكلية من إحدى الكليات، وهي كلية الشريعة والقانون، نموذج إسلامي رائع للفن المعماري والفن الهندسي بقرية تفاهنا الأشراف. وهذا النموذج نتمنى إن شاء الله تعميمه في سائر أنحاء الجمهورية، وأن نحتذي بحذو هؤلاء الناس، وأن نقتدي بما فعلوا وبمنشآتهم الجميلة والتي تعد مزارا سياحيا، لأننا لا نجد قرية على مستوى العالم الإسلامي بتشمل أو تضم من بين منشآتها من الحضانة حتى الجامعة. انت صورت المصنع؟ عايز تصور مصنع واطلع عليه؟ بالإضافة أيضا إلى المجمع الإسلامي كما رأينا، المساجد الجميلة ذات الحضارة الإسلامية والارتفاع المآذن، وهذا وإن دل فإنما يدل على النقاء والصفاء وطهر أهل هذه القرية.
وتعاونهم المستمر للأعمال الخيرية والمشروعات الصحية. ونحن في احتياج فعلا لنهضة تقدمية، لأن نقف جنبا إلى جنب ونوسع من رقعة هذه المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية. أيضا هنا مصنع كبير للأعلاف بيشمل وحدة إنتاجية تسعى لحوالي 10,000 طن كيلو في الساعة. خصص هذا المصنع الكبير دخله بالكامل للإنفاق على المجمع الإسلامي، وأيضا للوقف على المعاهد الإسلامية والمعاهد الأزهرية على مستوى العالم الإسلامي. أيضا هذا هو المجمع الإسلامي بيخصص دخل هذا المصنع، وهو مصنع الأعلاف والمجهز بأحدث التجهيزات العلمية والتكنولوجية. بيخصص دخله بالكامل للوقف على صرف في المشروعات الإسلامية وهي المعاهد الدينية. كما لا يفوتنا أيضا أن السيد الفاضل المهندس صلاح عطية ساهم في إنشاء 300 معهد ديني على مستوى الجمهورية، وهو دايما ينفق وينفق في سبيل الله وفي سبيل الخير. بنرى أيضا هذا المنظر الجميل الذي وإن دل فإنما يدل دائما على روح التحدي وروح الإرادة لدى الإنسان، فليس هناك ما هو مستحيل، فعلى الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. هذا الجهد الكبير وراء طبعا الفاضل العالم الجليل المهندس صلاح عطية، والعالم الجليل أيضا المهندس صلاح خضر، هما قطبان من أقطاب هذه القرية. وقامت المشاريع كما رأينا بالجهود الذاتية وإنتاج المصنع كلها متوقفة على وكل الموظفات على المعاهد الدولية على مستوى الجمهورية. هذه الزيارة الميدانية والتي تعد نموذجا في سبيل الأخذ به إن شاء الله، والنموذج الإسلامي الرائع في كل مكان. نرى أيضا اللوحات التي وإن دلت فإنما تدل على تعمق الروح الإسلامية. هناك لائحة تقول أو لوحة تقول من جد وجد ومن زرع حسد، وأيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا اتقوا الله ويعلمكم الله. كل هذه التثبيتات وإن دلت فإنما تدل على مدى اقتناع السيد المهندس صلاح عطية بالعنصر الإسلامي وبقمة الإسلام في هذا المكان. بيسرنا أيضا أن نستضيف عم الحاج. عم الحاج ازيك يا عم الحاج؟ كل سنه وانت طيب. احنا بنقول لك طبعا كل سنه وانت طيب. ايه رايك في باشمهندس صلاح عطيه بعد هذا الانجاز اللي قدمه للقريه والعطاء الكبير؟ ربنا كده يكرمنا ويطول لنا في عمره. الله يكرمك. ويعمل مشاريع كده ان هو راجل خير ويعمل كل خير. يعني شعور حضرتك ايه وكل البلاد المجاوره جايه تزوركم وجايه تقتبس منكم وعاوزه تنقل هذه الحضاره وهذا التقدم الى كل البلاد الاسلاميه ان شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم وهيكون كل بلد ولو كل حتى مركز واحد زي الحاج صلاح ان شاء الله يبقى عاده وانت تشوفوا بيشوفوا على اسمع من الحاج ايه؟ رئيس لجنه الخدمات. عم الحاج احمد صالح وافي من الناس الخيرين جدا في قريه تفاهنا الاشراف ورئيس لجنه الخدمات. قال لي ان هو تبرع بفدان كامل من ارضه في سبيل الله واقام عليه كليه ايه؟ كليه الدراسات الاسلاميه مناهج. فهذا وان دل فانما يدل على الزرع الطيب لاهل القريه وللقرى المجاوره. يعني ايه شعور حضرتك وانت بتتبرع بالارض؟ هل خفت على الارض والفلوس والحاجات دي؟ يا ريت تقول كلمه للناس اللي هم ممسكين مش عاوزين يتبرعوا. اتفضل. انا رحت اتبرعت ازاي اقول للناس انا هصبح صحيه؟ نعم. مطلوب ان انا اقول للناس عاوزين نتبرع. نعم. فازاي اقول لهم اتبرع وانا اتبرع؟ فلازم اتبرع انا الاول، يعني ابدا بنفسي. فعشان ابقى كده شويه فلما اتبرع واقول للناس اتبرعوا ممكن يتبرعوا، انما لما اقول للناس اتبرعوا وانا ما اتبرعش مش هي.
وبعدين انا كنت اروح للنفر كان بيتبرعوا لمصدر الرجال وبقر يعني تبرع مش متوقف على سيوله ماديه يعني. لا 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 يعني اي شيء يتبرع منه الانسان. وزلط ورمل وحديد وكل لازم تتبرع زي ما تبرع. واللجنه بتجمع كل هذه التبرعات في ناحيتها بقى في المضيافه. انا كنت لما اروح نجيب العجله من البيت يحلوا لنا من جوه. نعم. سواء عجله جاموس او عن اقتناع ولا باسلوب الفرض والضغط؟ لا لا يعني كان متبرع ده هم اللي كانوا بيجوا لنا. هو اللي بيجي من نفسه يعني تلقى نفسه يعني. والله احنا شفنا فينا خبره يعني مقتنع بالافكار يعني. نروح لهم. نعم. وشفنا اللي بيقولوا انتم مستقلين بنا واحنا قادرين نتبرع بالناس دي. سبحان الله. انتم مش عاوزين الخير يوصلنا احنا. نعم. وربنا كرمنا. بقول لك كنت اروح نجيب العجله من جوه او البقره. يعني المفروض انا لما اكون ببيعها وهاخد فلوسها تصعب عليا انا قاعد كتير. نعم. انا كنت اجيب العجله من جوه ابو طبيب ولا بالصغره جو زي ما يكون ده احنا بناخدها منك بالصغره. وسبحان الله ده لو بشتريها تاجر وبشتريها وهي طالعه بتصعب عليه وهي واخده فلوس. انما دي واخدينها ببلاش وبتزغرط وماشيه. والله العظيم انا رحت لواحده وابنها بيحل واحده قالت له لا يا تحل الكبير وبيحل عجله صغيره. قالت له يا تحل الكبير وراح حل الكبير وبديها له وفضل من عند الله. حضرتك قلت لي ان احنا كلنا بنساهم في ايد الخير. قلت لي ان حضرتك رئيس لجنه من لجنه الخدمات. يعني ايه اهم مقومات لجنه الخدمات؟ يعني ايه بالدرجه الاولى نظامكم ايه يعني؟ اولا او تقسيم اللجنه عشان نقدر ننقل الفكره ديت لاكثر من قريه عشان القرى فيها خير. نعم. الناس بتجيب لنا حد من المضيافه بتاعهم واحنا بنوزعه للناس اللي هي ايه على صوتك لواحد. يعني حضرتك في تعاون بينكم وبين لجنه الزكاه. انا ما رئيس لجنه الزكاه برضه انا استاذ يعني الخدمات. ايوه الخدمات بتيجي من لجنه الزكاه ولجنه المصالحات وإياهم يعني. نعم. فاحنا الزكاه دي بنجيبه لان في ناس مداريه وموظفين بس حالتهم تعبانه فما حد فاحنا ما نعرفوش يودوهم الزكاه ويمكن يعني ياخدوا منه. فاحنا بنوديهم بطريقتنا احنا وباسلوبنا احنا ما نجيبش ولا حد يعرف سواء فلوس او بمناسبة رمضان الكريم كل سنة وحضرتك طيب. طب القرية بتقدم ايه في شهر رمضان الكريم؟ بنقدم نعم. وبنقدم برضه مع ناس ثانيه لان في عندنا ناس برضه بيت الرحمن يعني حضرتك في بيت الرحمن وما تحتويه من تبرعات كاملة من لجنة الخدمات؟ كلها. نعم. وكل الناس بتساهم فيها ولو 1000 نفر. طب حضرتك بتقام بصفة دائمة في شهر رمضان الكامل هي لجنة الخدمات. نعم. شهر رمضان. وبعدين احنا الحمد لله بقول لك مفيش اي يعني لو في مشكله تبص تلاقي حتى لو لجنه حد يجي يبعت خدمه خدمات احنا نشكل لهم. يعني حضرتك انت فضلت انك تتبرع بفدان الارض احسن من اي فلوس. لم الفيش. بقول لك انا قلت للمديريه ما جيتش تعالى هنا ما لميها نعم. سيب ده لمه بدل ما نرجع. نعم. وابني الثاني مدرس اعدادي والثالث كذا وصار يعني كل الابناء مقتنعين بالتبرع الاول ما كفكره. ما انا بقول لك نعم. لسه ما قلتلهمش بقول للوليه الحاجه بتاعتني بقول لها ايه رايك؟ كان تبرع اول نص فدان مش فدان. برعت بنص فدان الناس دي والخير يقول لي عيل برضه الكبر يبقى خويه. نعم. عاوز اقول له كمشاركه في الاحساسيه والمسؤوليه والرأي. نعم. واذا كلموه اني ابويا تارك لي نص فدان واحد بس يعتبر النص فدان احنا جبناه في الكليه. ده راي الحاج صلاح. الحاج بتاعتي مدام بتاعتي والدة الاولاد قالت لي ان العيال اتكلموا يبقى خدوا النص فدان ياخدوا النص فدان بتاعي وهو يعتبر هو اللي وديته للجامعه عشان انا مش انت تروح تتبرع تخش الجنه وتسيبني انا. ما شاء الله عاوز اكون زي الحاج عاوز اشارك معاك المسؤوليه. صباحنا قلنا للاولاد سبحان الله طب حد طيب يا الله يتبرع ما شاء الله. دول اللي كان يعني انت كده ليك خسر في الجنه ان شاء الله. السبب ان انا لما جم يطلبوا قالوا النص فدان مش هيغطي بعد سنتين لانهم كانوا هيبنوا واحنا متبرعين باراضي ثانيه كده هي. فجم ايه قالوا كليه البنات لازم تكون معزوله. بعيد. نعم. واحد صار عاوز عشان الاختلاط يعني. قال لي ايه رايك؟ قلت نص فدان تحت مش حد عالي. قالوا احنا يجي المهندس محمود قال لي احنا هنقيس تاخد كفايتنا ما الحته بتاعت فدانين على بعضها. يا عم محمود احنا ناس غلابه. يعني ما شاء الله كل ما تملك فدانيين. فدانين. وتبرعت منهم بفدان. ربنا يهديك. صلى الله عليه وسلم. قالوا دول الفدانين. ربنا يبارك فيك. شغلت كهرباء اصلا؟ شغاله؟ ماشي. طبعا في قريه ترمان مع الشباب مائده الرحمن بتقام هذه المائده سنويا في شهر رمضان الكريم طبعا وبيسرنا ويسعدنا طبعا احنا نلتقي بالحاج. اهلا وسهلا. اسم حضرتك يا الحاج؟ اهلا وسهلا. والحاج
اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. يعني ايه المائده بتقدم ايه بالظبط في رمضان او نظامكم ايه يعني؟ بنقدم طبيخ يوميا على هذا الاساس ولا يوميا لحم وفاصوليا وبطاطس نعم. ورز. نعم. وقبل الاكل بنقدم البلح الاول سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام. والطبيخ زي ما انت شايف كده وتسقيه فت وسلطه وطبيخ بنقدمه يوميا كل يوم. ربنا يوسع عليك. كل يوم في رمضان. غير رمضان كل يوم جمع كل يوم اكل هنا برضه في المركز الاسلامي. اتفضل يا من الحاج تعالى. من الحاج برضه عضو لجنه الخدمات. اهلا وسهلا. طب بالنسبه للمصاريف بتجيبوها من لجنه الخدمات برضه ولا؟ من لجنه الخدمات. يعني التمويل هنا بالنسبه للتمويل الخدمات. اهلا وسهلا. مش من معانا مش بنجيب لا. متبرعات برضه. من بيت المال. والله شيء عظيم جدا جدا. وغير رمضان طوال عندنا اكل هنا الوفود اللي شفتوها سيادتكم النهارده دي كلها دي كلها في غير رمضان بتتغدى. ربنا يوسع عليك. بتتغدى جمعه وثلاث ضروري يجوا يتغدوا. ربنا يكثر امثالكم. طيب.